خيال كله زي الفل. شاشة سكرين. لا هي سودة، هي سودة. يلا. مساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ اخباركم ايه النهارده؟ الدنيا عامله ايه معاكم؟ حلو الحمد لله. ساقعة؟ نقفل التكييف؟ لا هي ساقعة في المطبخ. عموما يعني. مش هضرب التكييف. طيب خليني اعرفكم بنفسي النهارده. انا زميلكم حسام حسن، HR سبيشالست وترينر في HR باسبورت. النهارده هنكون معاكم هنتكلم عن حاجه لذيذه كده ليها علاقه بالانتربيرسونال سكيلز عامه. فتعالوا ندخل في الموضوع على طول. احنا ليكس باس المفروض دي المحاضره الثانيه اللي معاكم او الثالثه كمان. اشتغلنا شويه عن الانتربيرسونال سكيلز في الفتره اللي فاتت، والنهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا اللي هي النتوركينج سكيلز. يعني ايه نتوركينج سكيلز؟ هنعرف معناها، بس خلينا الاول نستعرض كده السيشنز او الجولز بتاعت السيشن بتاعتنا. اول حاجه طبعا احنا هنتكلم عن النتوركينج سكيلز. يعني ايه نتوركينج سكيلز وازاي اقدر اسيطر عليها وازاي اكتسب منها الحاجات اللي تخليني قادر اتعرف على كل الناس اللي بقابلها في حياتي واكتسب العلاقات واكون علاقات جديده. تاني حاجه نعرفها النهارده ان احنا هنتكلم عن الانجلش سنتنسز. هنعرف شويه جمل انجليزي تخلينا ابقى قادر اتكلم مش بس مع العرب، لا كمان اكون علاقات مع الناس النون بابليك سبيك او النون اربك سبيكرز عشان ابقى عارف اوسع دايره المعارف بتاعتي واكبر النطاق. الحاجه الثالثه كمان هنتكلم عن حاجه اسمها الاليفيتور بيتش، وهنعرف بالظبط يعني ايه الاليفيتور بيتش وازاي اقدر اعملها. وبعد كده هنتكلم او هناخد كويك ريمايندرز عن السمبل بريزنت تنس اللي هو المضارع البسيط. واخر حاجه هنعرف تيبس اند تريكس في الانجلش انترفيو. خدتوا بالكم ان الاوبجكتيفز فيها انجلش كتير جدا؟ English figure fetching sentence. بالظبط. ليه بقى؟ Simple present tense. حد عنده شك ان الانجليزي دلوقتي بقى يعتبر اهم حاجه عشان تعرف تتعامل في السوق اللي احنا فيه ده؟ مهم طبعا. طيب حد يعرف يقول لي اهميته تتمثل في ايه؟ او ايه اهم حاجه ممكن ناخدها في الانجليش؟ Grammar. اوكي. لا هو هيفيدك ازاي عموما في السوق العمل؟ حلو. Dealing. ماشي. ان انا اتعامل مع سوفت ويرز معظمها بالانجلش. اوكي كويس جدا. ايه تاني؟ حتى لو عايز اذاكر حاجه اطور نفسي، معظم الحاجات دلوقتي بقت بالانجلش او الفيديوز او كده معظمها بيبقى متوفر بالانجلش اكتر من النسخه العربي او كده. برافو شكرا جدا ليكي. ايه تاني؟ ممكن في الترافلينج برضه عايز اسافر بلد برضه هحتاج. حلو. عايز اسافر لبلد لبلد، ممكن اطلع من النقطه بتاعت مصطفى دي ان انا لو عايز اتعرف على الناس بتاعت البلد الثانيه، احنا كده كده الكوميونيكيشن بتاعنا كده بالانجلش. فيعتبر الانجليزي واحد من اهم الفاكتورز اللي ممكن استخدمها عشان اقدر اطور من نفسي في سوق العمل بعد كده وازود السكيلز اللي عندي. طيب النهارده زي ما اتفقنا لما بنتكلم عن الفوائد بتاعت الانجليزي فهو هيتمثل عندي في 3 حاجات. زي ما قلنا دلوقتي عايز اسافر، عايز اتعلم حاجه جديده زي ما حسناء قالت، اظبط المصادر بتاعتي، اعرف اكون علاقات مع الناس. فممكن نقول انه بيتمثل في 3 حاجات مهمه جدا. اولها طبعا الريسورس اكسس، ان انا ابقى عارف ادخل على كل الريسورسز المتاحه قدامي. كم مره جه قدامنا ان انا عايز اتعلم برمجه مثلا وكل ما ادور على الكورس الاقيه بالانجلش فاقفل من الموضوع واقول لا خلاص مش لازم لما اتعلم انجليزي ابقى اخش اشوف الموضوع. مش بيحصل معانا القصه دي؟ بالظبط. يبقى من اهم الحاجات اللي ممكن تخليني اكسس اكتر على الريسورسز المتاحه قدامي لو انا عايز اتعلم اي حاجه ان انا اعرف الانجلش. تاني حاجه ودي اللي هنتكلم عنها النهارده اللي هي الجلوبال نتوركينج. كون علاقات على قد ما تقدر مع كل الناس، مش بس في مصر، مش بس في الوطن العربي، بل وورلد وايد في العالم كله. اعرف اتناقش مع كل اللي قابلته. وتالت حاجه طبعا اللي هي الكارير ادفانسمنت. لو خدت انجليزي هعرف اطور نفسي في الكارير بتاعي، هعرف اترقى في الشركه بتاعتي لان انا كده كده هكون علاقات اكتر. فبالتالي ممكن يكون فرصه انك تتعلم، تترقى، تطور من نفسك تعمل الكلام ده. نبدا في الموضوع على طول. نتوركينج، بس قبلها هنبدا باكتيفيتي صغير كده. سيل يور سيلف. ابيع نفسي. عارفين مورجان احمد مورجان؟ ابيع نفسي بالظبط. فدلوقتي هنعمل اكتيفيتي بسيط. هحتاج كل واحد منكم يقوم يقف هنا وهيعرفنا بنفسه في 30 ثانيه. هيقول ايه؟ اسمك، تشتغل في ايه؟ وقول لنا حاجه تخلينا عايزين نتعرف عليك. يعني حاجه انت رايق فيها او انت شايف نفسك توب فيها تخلي الناس تعرف تيجي ناحيتك او تقول لك ان انا عايز اتعرف عليك. اوكي؟ يبقى نطلع نقول كام حاجه؟ اللي هم اول حاجه اسمك، وتاني مجالي. اوكي، وتالت حاجه 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 انت بتعرف تعملها. خلينا نسهل الموضوع ده. اكتر حاجه انت بتعرف تعملها تخلي الناس تتعرف عليك. طيب مين عايز يبدا؟ اتفضلي.
Hi, my name is Hasna. I'm a graduate from Faculty of Azam Ain Shams University. My major is Japanese language studies and my minor is English language studies. After graduation, I realized that the language studies is not enough now to be qualified to find a good job, so I listened to my passion and started learning digital marketing and HR. After graduation, I worked as a translation for HY Japan company for use spare parts. I'm a good translator. I think that I'm a good translator in Japanese and English. I have a good level in Japanese language. So if you need any service of Japanese translation, I'm in. اوكي شكرا جدا. ما تعرفش انها تكون بالانجليزي احنا بنتعلمه اوريدي في السيشن. شكرا جدا ليكي. طيب حسناء اختاري حد يطلع يعرفنا نفسه. منى. يلا بينا. طب بما ان حسناء عرفت نفسها بالانجلش هتكلم عربي عادي تمام. نعم. اسمي منى عبد النبي. بشتغل ايه؟ بشتغل في الاوبريشن مانجمنت. اكتر حاجه ممكن تخلي حد يبقى عايز يتعرف عليا بالتالي بحب صحابي، بصاحب الناس كويس، بسمعهم كويس وبيفضلوا معايا وقت طويل فاعرف احافظ عليهم لوقت طويل يعني. طيب بيك 1. بيك 1 اختاري حد مش عارفه مين حابب يا جماعه اختار يلا نركز على طول كلنا هنركز. رحمه. يلا بينا. أنا اسمي رحمة طارق. بشتغل HR بقالي 3 سنين. أكتر حاجة مش أكتر حاجة يعني، بس لو حابب تعرف عليا أو أنا يعني لو بحب أتعرف على حد قوي بعمل حلويات تحفة. محدش هينافسني، أنا بنافس بلبن. بننافس بعض. يعني يا بخت واد إن شاء الله احنا نتعرف على بعض يعني. طب ايه اكتر حاجه حلوه بتعمليها؟ بعمل تورت كويس قوي وبعمل تيراميسو رائع. شوفي بقى ولا مين صدق الحلقة؟ مش سيد. انا بعرف اعمل. طب احنا هما جايين تاني امتى؟ المره اللي فاتت برضه كان حد بيتكلم عن هدير بتتكلم وانا خليتها تغير البرزنتيشن برضه، بس انتي دخلتي في الاكل. المره الجايه بقى كده. هو احنا مش جايين تاني بس هجيلك مخصوص. انا هنعلق شهادتها. بعد ما نخلص انت جيتي. لا انا بقولك انت جوعيني اكتر. احنا جعانين بقى. يلا بينا. هي اللي هتورينا كلنا. احنا بعد السيشن هنعمل اكل كلنا هنا. طيب رحمه اختاري حد. عبد الرحمن. يلا. اهلا وسهلا بيكم. انا عبد الرحمن سعيد. انا شغال HR بقالي حوالي 8 سنين. اشتغلت في اكتر من فانكشن بتاعت مانجمنت كومبين LMD والريكروتمنت طبعا. حاجه انا شاطر فيها، احسن نفسي شاطر فيها طبعا الداتا اناليسيس والداشبوردز. بعرف اعمل داشبوردز كويسه الحمد لله وفيجواليزيشن كويس. لو حد عايز مساعده انه يبين شغله، عشان احنا عارفين كلنا الشغل 90% شو باقي الشغل، فلو حد عايز مساعده ان انا اظبط له الفيجواليزيشن بتاعت الشغل بتاعته انا موجود. اول سيشن فوق فيه هيعملها لك. كده شكرا. طيب اختار حد. عبد الرحمن. مصطفى. شكرا. انا مصطفى محمد يوسف، شغال في الاتش ار قسم البيرول. اكتر حاجه ممكن تبقى اتراكتيف للناس اللي بيجوا لي البيت علشان انا مدمن تجميع العاب بورد جيمز، بجيب من حوالين العالم بطلبها اونلاين وبتاع، فدايما بيجوا عشان يفصلوا عني. فانا بالنسبه لهم سر البهجه وسر الفصلان على اي حاجه في العالم كلها. فدي حاجه بالنسبه لي. وزير الساعه. طيب اخر حد. أنا اسمي هدير حافظ، شغالة HR specialist. أكتر حاجة بحب أعملها وهي غريبة شوية إن أنا بعرف أشتغل تحت ضغط، ولما بتضغط بطلع شغل أحسن. وبحب الحيوانات جدا وربيت حيوانات كتير. طيب خلينا فاكرين اللي احنا عملناه ده دلوقتي عشان هنتكلم عنه كمان شويه في حاجه مهمه جدا. احنا دلوقتي اول حاجه بدأنا بيها ان احنا عرفنا نفسنا. طيب عرفنا نفسنا كلنا بالعربي. لو جيت قلت مثلا مصطفى انا عايزك تقول نفس اللي انت قلته ده بالانجلش. فين الشوك دي؟ اللي هو يا نهار اسود في ايه؟ طيب تعالوا اقول لكم بالظبط ايه اللي كان هيحصل في دماغ كل واحد فينا. Great to meet you, Allison.
Tell me about yourself. Who, me? Well, where do I begin? My name is Alex. I guess I'll start with my college diet. So I was strange. I thought it was die. Best night of my life. Wow, where do I begin? خدنا بالنا ايه اللي حصل في دماغ أليسون؟ اصوات كتير. الله حرفيا. انت دلوقتي عرفت نفسك بالعربي وعارف كل المعلومات اللي بتقولها بالانجلش، انت عارفها اوريدي، بس مش جاهز ان انت تطلع تقول. فبالتالي لما حد يجي يديك في وشك كده حرفيا يقول لك اطلع قول اللي انت قلته بالانجلش، هتلاقي دماغك عملت زي كده بالظبط. انا كله داخل في بعضه، طب ابدا منين؟ طب اقول ايه الاول؟ طب اقول ايه ازاي؟ فالحاجات دي كلها احنا ندرسها النهارده وهنبقى عارفين نبدا بيها ازاي. طيب كل اللي بنتكلم عنه ده هو الباب لكلمه نتوركينج، قلناها 3 مرات النهارده. يعني ايه نتوركينج؟ شبكه العلاقات بتاعتك بالظبط. اهم حاجه تقدر تتطور بيها في اي حاجه عموما. عايز تشتغل محتاج علاقات، عايز تترقى محتاج علاقات، عايز تنجز شغلك برضه محتاج علاقات. طيب اهم حاجه في العلاقات اللي ممكن نبدا بيها وهي الانترو بتاعتك. لما اجي اتعرف على حد انا بتعرف على الناس ازاي؟ في كام ستيب كده عايزين نمشي عليهم لما تيجي تintroduce yourself for يعني for any person، وخلينا نبدا بيها واحده واحده كده. ايه اللي بادئ عندنا؟ ستارتر، تعالوا نكتبها على البورد عشان نبقى واخدين. تاني حاجه النيم بتاعي. بعد كده عندنا جوب تايتل، انا بشتغل ايه وفين، الكومباني نيم اللي انا شغال فيها، لان دي برضه بترفلكت باك جراوند معينه عنك، ان انت شغال في مجال ممكن يكون كبير ممكن يكون نادر، فالحاجات دي كلها بتاتراكت الناس ليك اكتر. بعد كده الادريس بتاعك، وبعد كده ببدا اتكلم عن البريفيوس اكسبيرينس بتاعتي. انا اشتغلت في ايه قبل كده واشتغلت فيه مده قد ايه. طيب ليه منشنا حته الادرس هنا؟ هل ضروري ان انا كل ما اعرف نفسي لحد اتكلم عن العنوان بتاعي؟ انا ساكن فين؟ ليه؟ ممكن اكون ساكن في حته مش حابب اقولها مثلا عشان اوكي ده احتمال كويس. عايزه اعرف كل حاجه عنه يعني. بحسها معلومه برايفت شويه. ممكن لو حد عايز مثلا حد يشتغل في التجمع وشغال في زايد مش هيشغله اعتقد مثلا. اوكي يبقى احنا اتكلمنا ان هي ليها الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعتها. ممكن من الادفانتجز بتاعتها زي ما حسناء قالت كده، لو انا قاعد في جوب فير، انا بتكلم في جوب فير بعرف الناس عليا، فمهم ان انا اقول الادرس بتاعي. ليه؟ وارد ان الشخص اللي قدامي ده يحتاج بوزيشن شغال زيي، فيبقى عارف هو الشركه بتاعته في التجمع وانا ساكن مثلا في السلام او في التجمع. مش الادرس الشخصي بتاعي. ايه لا ده انا. الادرس بتاعي انا. اوكي. فهيبقى معلومه مهمه للريكروتر اللي قدامي لو احتاج حد مثلا قريب من الشركه، يبقى عارف ان انا في عندي عبد الرحمن ده توب كانديديت بالنسبه لي ممكن اتكلم معاه. اوكي؟ طيب لو هنتكلم عن الحاجات دي بالانجلش، خلينا نبدا بحسناء كده. ممكن اقول ازاي اسمي بالانجليزي؟ يعني ببدا الجمله ازاي؟ انت بدات ازاي؟ هاي ماي نيم از حسناء. كويس. او ام حسناء يعني. كويس، يبقى من اول الحاجات اللي ممكن اقولها اللي هي ماي نيم از، وابدا على طول. خليكم متعودين ان احنا زي ما عملنا التو سيشنز اللي فاتوا، السيشن بالنسبه لنا هنا بتبقى انتراكتيف. احنا بنتكلم مع بعض، انا مش بشرح وانتوا بتسمعوا، لا احنا انتوا اللي بتشرحوا. يعني دلوقتي انا ما قلتش ماي نيم از اثناء اللعب، فخلينا عارفين ان المعلومات هاخدها منكم. طيب دي ايه؟ ستارت. يعني ايه؟ يعني engagement أو الدخل بالظبط. ادخل ازاي على الشخص اللي قدامي؟ اكلمه ازاي؟ السلام عليكم. حاضر الغير. ناقصاه والله. طيب مين عنده اي فكره عن الجريتنجز؟ احنا ممكن نبدا ازاي او نتعرف على حد ازاي او نتكلم ما نفتح الباب مع حد ازاي؟ على حسب هلو او هاي، او لو بيعمل حاجه اقول له اكسكيوز مي، لو اديله اتنشن مش عشان حاجه حلو. لو بيعمل حاجه وانا هقاطعه منها او هفصله منها ممكن اقول اكسكيوز مي. لو ما بيعملش حاجه وانا عايز اتعرف على اهلي ممكن اقول هلو زي ما راح مال. ايه تاني؟ داخل على حد الصبح اقول له جود مورنينج. اوكي بفروق التوقيت بتاعتنا طبعا. جود مورنينج، جود افترنون، وجود ايفنينج. ينفع اقول جود نايت؟ عادي. جميل. جود نايت للمدام بقى وانت داخل، خلاص جود نايت وخش على طول. فدي حاجات من الستارترز اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب يبقى ممكن نقول هلو، وخد بالك هلو هاي
من الحاجات اللي ممكن شويه تسين انفورمال، ما يستحسنش ان انا اقولها لو انا اتعرف على حد في مجال البيزنس. الاحسن ان انا ابدا بالجريتنجز المرتبطه بالوقت شويه، يعني جود مورنينج، جود ايفنينج، جود افترنون، الحاجات دي كلها. طيب بعد كده لما اجي اتكلم عن الجوب تايتل، هتقول ازاي انت شغال ايه او انت شغال في ايه؟ مين عنده فكره؟ ممكن اقول I've been working in HR for 8 years. اقول التايتل اوكي تحفه. مانجر التايتل الكارنت تايتل بتاعي، بعد كده اقول اسمي. بالظبط، يبقى ممكن اعتمد زي ما انت قلت كده I've been working او I work as وتقول التايتل بتاعك. فطبعا مهم ان احنا نبقى عارفين ايه التايتل بتاعنا يعني ايه بالانجلش. انا شغال اخصائي اتش ار يبقى اتش ار سبيشالست، انا شغال مندوب دعايه يبقى سيلز ريبريزنتيف. فالحاجات دي كلها هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في السيشنز الجايه. يبقى عشان اتكلم عن الخبره بتاعتي ممكن اقول I work as من غير اي تعقيد لو انت شغال في الحاجه دي دلوقتي، وتقول التايتل بتاعك. طيب الكومباني نيم تعالوا ندخلها في دي بسرعه. I work as كذا in، وتروح قايل الكومباني نيم بتاعك عشان تختصر وما تربيش كتير وما تضيعش وقتك ووقت من الشخص اللي قدامك. طيب الادرس بنقول عنواننا ازاي؟ ممكن السيتي، ممكن الكاونتر سيتي، بس مش لازم الشارع كذا وكذا. لا مش لازم التفاصيل دي كلها، هو مش هيبعت لك مكان، الدنيا تمام، الدنيا اسهل من كده. هي بس الكاونتري او السيتي بس. بالظبط، يعني نتكلم هنا على الجمله بشكل عام، يبقى ممكن نقول زي ما هدير قالت I live in، او ممكن نقول I am from. الكومباني بالكومباني. غير الكومباني اسهل. اهم حاجه الترتيب بتاعها. يبقى ممكن نقول I'm from او I live in كذا. طيب ال previous experience بتاعتي هتكلم عنها ازاي؟ انا اتكلمت ازاي عن الشغل بتاعي؟ مكتوب اصلا مش هتقول I work as كذا. يبقى I work as كذا في شركه كذا. اوكي. هتفرق معايا في حاجه لو قلت for 20 years for 8 years for 10 years بالظبط، لمده 5 سنين لمده 10 سنين بالظبط. هتعرف الناس الخبره بتاعتك قد ايه، انت شغال في الحته دي بقالك قد ايه. واحد بس طبعا لو دخلت في شويه تفاصيل، انا كنت بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، طبعا يبقى واحد من التاسكس بتاعنا، واحد من الحاجات اللي هنتكلم عنها بعد كده ان انت ازاي تتكلم عن خبرتك بشكل مفصل. هنبقى عارفين الكلام ده كله. طيب ده بالنسبه للبريفيوس اكسبيرينس. الحاجات اللي كتبناها على البورد دي علشان تبقوا عارفينها هتلاقوها حاططها لكم في البرزنتيشن نفسها عشان تعرفوا تذاكروها بعد كده. في الجزء بتاع النتوركينج لما اجي اتعرف على حد لاول مره محتاج اركز على 3 حاجات مهمه جدا. اول حاجه الاوبننج بتاعتي، انا بدات المحادثه ازاي؟ الكونفرسيشن بتاعتي بداتها ازاي؟ ولا افترض ان انا دخلت على منى وهي قاعده بتشتغل شغاله ومنهمكه في الشغل، واول ما دخلت لها قلت لها هلو ماي نيم از حسام. نعم. حرفيا وامور حرفيا انت عايز ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ طلع عن دماغك. فمحتاج اركز في الاوبننجز بتاعتي، انا بفتح الكونفرسيشن ازاي؟ اقول ايه؟ امتى؟ وبأنهي طريقه؟ دي من الحاجات المهمه جدا. تاني حاجه الكيوز بتاعت الشخص اللي قدامي، يعني ايه كيوز؟ العلامات او الساينز اللي بتظهر على وشه، الفيشل اكسبريشنز بتاعته، تفاصيل وشه عامله ازاي وانا بتعرف عليه. ممكن يكون الشخص اصلا زهقان فانا واقف بتعرف عليه وبعرفه بنفسي وكده هو انجز. فمهم اخد بالي من القصه دي، لان لو الشخص زهقان او كده وانا خدت بالي من الفيشل اكسبريشنز وانا مركز معاه خلاص هختصر وهنعدي الموضوع واجيله في وقت تاني. ثالث حاجه طبعا في كذا حاجه لازم افويد ان انا اسال عليها خصوصا في اول مقابله. يعني مش داخل على الشخص وانا افترض ان انا بتعرف على بنت زميلتي شغاله في الاتش ار في شركه ثانيه. بس سالتها تمام عن الاسم والخبره وشغاله فين وكده. مش من اول مقابله اقول لها انت عندك كام سنه؟ هتاخد على وشك. الشهر بعدين. بالظبط، يعني مش نتعرف على بعض شويه. نتعرف على بعض. برضه من الحاجات اللي بافويد شويه وانا بتكلم مع الناس في اول مقابله الكومبلمنتس. حاول ما تبقاش مجامل بزياده. مش انا لسه النهارده اول مره قابلت اسماء فاقول لها الله الاوتفيت بتاعك جميل. تحرش على طول. تحرش خد غرام وحبس على طول. هي يعني ممكن تحب الجمله شويه بس لا يعني بلاش منها خالص. بيحبوه انا عارف.
بالنسبه للنتوركينج والاستراتيجي بتاعت النتوركينج، انا بتعرف على الناس ازاي. هنا هتلاقوا الحاجات اللي احنا قسمناها على البورد بشكل مفصل عشان تبقوا عارفين بعد كده تدربوا عليها ونستخدمها، لان احنا هنعمل عليها برزنتيشن اوريدي النهارده ان شاء الله. طيب لو جينا رجعنا للبيج بتاعت النتوركينج دي، انا هحضر الكلام ده ازاي؟ يعني هل انا خلاص طالما عرفت المعلومه ابقى قادر انتورك مع اي حد قدامي؟ في 3 ستيبس او ممكن نقول 3 ستيبس اساسيه اقدر اتعرف بيها على اي حد، اللي هي اول حاجه طبعا بريبير، احضر انا مين اصلا. يعني انا داخل خلاص انا عارف نفسي كويس، طيب وانا داخل اتعرف على الشخص هقعد افكر في شويه حاجات. طب انا هقول انهي خبره؟ طيب انا اشتغلت في الاتش ار واشتغلت في التريننج، هتكلم عن ايه فيهم الاول؟ طب انا ساكن هنا بس عايش هناك، او انا من بلدي اصلا بس ساكن في حته ثانيه، طب هقول ايه فيهم؟ فاول حاجه طبعا اللي هي البريباريشن، محتاج احضر كويس انا هقول ايه، وفي نفس الوقت احضر عن الشخص اللي انا هتكلم معاه. يعني انا لو شغال في جوب فير، او انا لو موجود في جوب فير عايز اتعرف على الناس، انا موجود في كونفرنس جلوبالي اكتر من حد موجود فيه باكتر من دوله واكتر من جنسيه، محتاج اتعرف على المجتمع اللي انا رايحه عشان ما اخبطش في حاجه. انتوا عارفين طبعا اختلاف الثقافات ممكن يودي في داهيه. بعد ما حضرت كل حاجه والدنيا بقت تمام، انجيج، ابدا الكونفرسيشن بتاعتي. خلاص انا هتكلم مع الشخص ده وهتعرف عليه كويس، وبعد كده فولو اب. اتكلمنا، ظبطنا الدنيا، اتعرفنا على بعض كويس، كله تمام، شكرا يا مصطفى، انا اتعرفت عليك، خلاص وسيبته ومشيت. عشان اسيب الكونكشن دي او النتورك دي مكمله معايا بعد كده، لو احتجته اقدر ارجع له، بحتاج اعمل فولو اب. ما يمنعش ان انا طالما خدت الكونتاكتس بتاعت مصطفى ان انا بعد ما نخلص ثانك يو سو ماتش يا مصطفى، انا اتشرفت ان انا اتعرفت عليك، انت واحد من الشخصيات الكويسه جدا في المجال، looking forward to stay connected بعد كده. ده هيفيد عندي ان انا طورت او وطدت العلاقه بيني وبين مصطفى، بحيث ان انا بعد كده لو احتجته في شغل اوكي، احتجته يساعدني في حاجه اوكي، هو احتاجني في حاجه فبقى عارف ان انا معايا حسام من اتش ار في شركه كذا اقدر اعتمد عليه واقدر اساله في كذا لان هو عنده خبره اوريدي فيه. تمام؟ طيب يبقى احنا كده خلينا نراقب الدنيا بتاعتنا، اتكلمنا في ايه وقلنا ايه عن ايه. يعني احنا بنتكلم في ايه؟ الكور بتاعنا النهارده نتوركينج سكيلز. طيب يعني ايه نتوركينج؟ شبكه العلاقات. طيب احنا اتكلمنا عنها ليه النهارده؟ كنا عايزين نتعلم ايه؟ اتكلم عن نفسك، سوق نفسك، سيل يور سيلف. بالظبط، سوق نفسك. خلينا نرجع لحته سيل يور سيلف دي والاكتيفيتي اللي احنا عملناها. في السيلز في تكنيك مهم جدا اسمه elevator pitch. يعني ايه elevator pitch؟ elevator pitch دي اللي بدأها مرة انه حصل موقف ان انت تخيل انت طالع عايز تبيع حاجة او عايز تتعرف بحد مهم في شركة فلانية، ودخلت قابلته في الاسانسير. فرصتك عشان اتعرف على الراجل. طيب هتعرف عليه ازاي؟ انا هعمل ايه؟ انا قدامي 30 ثانية هقول له ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب اقول له اسمي؟ طب يعني ارحب بيه ولا اعمل ايه؟ فبنحتاج نرتب شوية حاجات كده. هنشوف دلوقتي حد بيعمل elevator pitch وتعالوا نقيم كده هو عملها صح ولا غلط. يلا بينا. يلا. Hey, Mr. CEO. Good to see you, buddy. Good to see you. Ruben, right? Yes. Yeah, yeah. Well, good things about you. Nice. So nice. حد لحق ياخد باله مين ده؟ ده الموظف؟ ده هو الشخص اللي عايز يعبد؟ لا. حسيت كده. تعالوا نبدأ تاني. هنبدأ تاني وركزوا فيها كده. Hey, Mr. CEO. Good to see you, buddy. Good to see you. مستر سي اي او. مش باين عليه يعني. هو شكله هو السيرو. بس هو بقى مذاكر كويس، يعني هو لما دخل عرف بالظبط. اتكلمنا عليه من شويه. ما لحقش يشوفه. بريبير وخليك عارف الناس اللي انت رايح تقابلها. فده اول ما دخل الاسانسير قابل شافه جنب سي او اكبر راس في الشركه. فتخيل انت داخل هتقول له ايه؟ هتقول ايه انا دلوقتي؟ فخلينا نشوف هو هيكمل ازاي. Hey, Mr. CEO. Good to see you, buddy. Good to see you. Ruben, right? Yes. Yeah, yeah. Well, good things about you. Nice. So nice. What is it that you're doing exactly? Well, you know, I like merging my talents together and just get out to the world.
خدتوا بالكم من اللي حصل؟ الراجل كان هيكسر الاسانسير على اللي فيه. طيب ليه؟ يعني شكل لغايه اخر. اما يعني مش بتاعته وحشه. بالظبط. ايه اللي خلاه لا يصبر؟ كنت برضه هو حاسس ان هو كل شويه بالظبط كده. بيضطر برضه. هو ايه اللي خلاه يعمل كده؟ اصلا ايه اللي خلاه يتكلم معانا دلوقتي؟ السي او سأل سؤال واحد. سأل سؤال واحد. انا سمعت عنك حاجات كويسه كتير، ممكن تكلمني عنك؟ طبعا بدأ هو في الانهيار اللي هو كان فيه ده. مصدق. بالظبط. وقال كل حاجه، يعني انا عايز اقول كل حاجه دلوقتي. اقول انا ساكن فين وشغال ايه وخبرتي قد ايه وبعمل، انا كله اقوله في نفس الثانيه دلوقتي. فطبعا مش منطقي. بلس البادي لانجوج بتاعته زي ما انتم شايفين، الراجل اتخض منه. ده وقفوا الاسانسير دلوقتي، انا عايز انزل دلوقتي. فدي من كومن ميستيكس اللي ممكن اعملها لما اجي انتورك مع حد جديد. طيب تعالوا نفصل الموضوع شويه. الاليفيتور بيتش زي ما اتكلمنا عنها هي من الحاجات المهمه عشان انتورك مع شخص جديد. طيب ليها 3 حاجات اساسيه. اول حاجه برضو البريباريشن. انيل ممكن تركز معايا لو سمحتي؟ يبقى احنا معانا في البريباريشن محتاج احضر كويس لكل الناس اللي انا هتعرف عليها زي ما اتفقنا. ريفاين. يعني ايه ريفاين؟ اللي انا هقوله بالظبط محتاج ريكاب واتكلم فيه كويس، احدد انا هقول ايه بانهي طريقه في وقت قد ايه، لان انا في الاليفيتور انا مرتبط بوقت، انا معايا 30 ثانيه بالكتير دقيقه وهيسيبني وينزل. واخر حاجه طبعا ديليفر بروسيد. خلاص اجرب، ابدا اتعرف على ناس حتى لو شخص مهم مش مشكله، انا بجرب تكنيك ليا يعني. تعالوا نتفرج على الفيديو بعد ما الراجل ده عرف الاليفيتور بيتش تكنيكس وبدا يصلح من نفسه عملها ازاي. Hey, Mr. CEO, good to see you, sir. Good to see you. Hi, Ruben, huh? Yes, yeah. I've heard a lot of good things about you. Okay, nice. So, what is it you do then? I'm a presenter and a comic. I host live events and I make online comedy videos. And I'm also co-founder of individualism.co.uk, which is the UK's leading men's subblog. Excellent. I've got a few events coming up and we can do with your services. Have you got a copy? I do. Yes, I do. There you go. I'll be in touch. Thank you. Thank you. Have a nice day. الريكروتر اللي عينه ما كانش خدنا بالنا هو عمل ايه؟ صلح الدنيا ازاي؟ كان محضر كويس هو يقول ايه وعارف هو يقول ايه. صح. يعني مبتسم مش عنده حماس زي كده، لا عادي انت اللي بتسالني اصلا كده. بالظبط. تحضيره ده فاده في ايه؟ اول ما بدأ واثق من نفسه، عارف هو هيقول ايه وبأنهي طريقه. الايكون بتاعه كان كويس، باصص له طول ما هو بيتكلم معاه. وثالث حاجه واللي هي بوظت النتوركينج ميثود اللي فاتت، البادي لانجوج بتاعته. شايفين هي هنا متزنه ازاي؟ خلاص هو بالظبط عارف هيقول ايه امتى وازاي. فدي من اهم الحاجات او الستبس اللي ممكن تسيطر على النتوركينج ميثودز بتاعتي. يلا نتورك. يلا نتورك. طيب دلوقتي انا هحتاج كل واحد فيكم هنقوم نقف وهنبدا نتعرف على بعض بالنتوركينج ميثود اللي قلناها طبعا بالانجلش يوزنج السنتنسز اللي قلناها دلوقتي، ونحدد بعد كده الوينر هو اكتر واحد هيعمل نتوركس في الكلاس. نتعرف على بعض ونشوف مين اكتر واحد عمل ريليشن شيبس. تمام؟ معانا قد ايه وقت؟ من ساعه ما نقف 30 ثانيه بالظبط وهبدا اسويتش بين الناس. يلا بينا؟ اوكي. يلا بينا اتفضل. خلاص هنقول 1 2 3 وبعد كده ستارت. بعد ستارت صوت واحد؟ ايه؟ كلنا نقول صوت واحد ولا لا؟ لا انت مش هتعرف على بعض. انت هتعرف عشان مش هنسمع. احنا دلوقتي هنتعرف على بعض، فهقول ستارت كل واحد يبدا يتعرف على الشخص اللي جنبه ونبدا نكون النتورك بتاعتنا. يلا بينا 3 محتاجين حد يبقى 1 ستارت. يلا بينا كده يعني؟ ماشي. بالظبط هنتعرف على جنبك. My name is George Journalist at United Linux. Before that, I was working at ProPartner. It's an outsourced company. I was working there for 3 months. I forget that I never talked. Sami.
scan my QR code connect and كده. دندمج أوي. اوكي سويتش مصطفى وتقدير Before that, I was working as HR recruiter at outsourced company called Coporters. Hello, my name is Mona Thank you. Okay, thanks so much. Our time is up. ده فرح حتى. Have a seat, please. Okay, thanks so much. You did an amazing job. دلوقتي احنا اتعرفنا على بعض. كم واحد خد الكونكشن ميثود بتاع الشخص اللي قدامه؟ كويس، عملت ايه يا عبد الرحمن؟ خليتها تعمل سكان QR كود لينكد ان بتاعي. تحفة، ماشي. منى، انا اتعرفت على يعني خدت منهم طرق تعرفوا تواصلوا مع بعض بعد كده تاني؟ ازاي اتواصل معاهم تاني؟ لا احنا اتعرفنا بس ما خدتش طريق. هتوصلوا لهم ازاي تاني؟ ما جاش في بالي ان انا عايزه يعني اخد منهم حاجه بصراحه يعني اللي هو عايز انا اعرف الناس في المطلق مش عشان محتاج انتهازية أكتر من كده. محتاجه بقى ناس. طيب احنا كده هناخد دلوقتي بريك بعد ما طبقنا على النتوركينج ميثودز، وبعد البريك ان شاء الله هنبدا نتكلم عن الجمل اللي اقدر استخدمها وازاي اقدر استخدمها ونعرف تيبس تريكس في الانترفيو. اوكي؟ يلا.